في ليلة كان يظن فيها العالم أن الأرجنتين ستكتب فصلاً جديداً من المجد، تحول ملعب ميت لايف في نيوجيرسي إلى مسرح لوداع قد يكون الأقصى في تاريخ التانجو. لم يخسر المنتخب الأرجنتيني مجرد مباراة نهائية أمام إسبانيا بهدف نظيف، بل خسر شيئاً أعمق. خسر روح الفريق التي كان يغذيها ليونيل سكالوني. حين أطلق الحكم صافرة النهاية، لم تكن دموع اللاعبين هي الأكثر إيلاماً، بل كان الصمت المطبق على وجه سكالوني، الرجل الذي حول هذا المنتخب من فريق مهزوز إلى بطل للعالم. هل كانت هذه هي الرقصة الأخيرة لسكالوني مع ميسي؟ وهل نحن أمام لحظة الانهيار الكبرى لجيل لن يتكرر؟ دعونا نعود بالذاكرة قليلاً. سكالوني لم يأتي كمدرب بطل، بل جاء كحل طوارئ بعد خيبات 2018. كان ينظر إليه بتشكيك، لكنه بنى عائلة لا مجرد فريق. هذا الرجل الذي كان ينام في مقر الاتحاد الأرجنتيني ليلاً نهاراً وضع قلبه في كل تفصيلة. واليوم حين نراه يذرف الدموع، نحن لا نشاهد مدرباً خسر مباراة، بل نشاهد مهندساً يرى الجسر الذي بناه حجراً بحجر وهو يبدأ في التسطع. ما حدث في 120 دقيقة أمام إسبانيا كان لغزاً تكتيكياً. أن تمتلك ميسي، دي بول وألفاريز ولا تملك سوى تسديدتين طوال المباراة وكلتاهما خارج الإطار، فهذا ليس مجرد سوء حظ. إسبانيا قرأت الأرجنتين كما لم يقرأها أحد من قبل. سكالوني حاول، غير وبدل، لكن الماكينة الأرجنتينية بدت وكأنها استهلكت كل طاقتها. سكالوني لم يكن يواجه إسبانيا فقط، كان يواجه إرهاق الإنجاز. لقد وصل هذا الفريق إلى القمة، وحين تصل إلى القمة يصبح النزول أصعب بكثير من الصعود. كان هناك شعور في الملعب بأن اللاعبين يركضون، لكن أرواحهم كانت قد تركت الكرة منذ نهائي العالم السابق. ثم جاءت اللحظة التي لم يكن يتوقعها أحد. قاعة المؤتمرات، ميكروفونات العالم كله مصوبة نحو رجل واحد. سكالوني يدخل، وجهه شاحب، عيناه تحكيان قصة تعب استمر لسنوات. حين سئل عن المستقبل توقف الزمن. حاول أن يتماسك، لكن دموعه غلبته. لا أعلم إن كان بإمكاني الاستمرار. كلمات لم تكن مجرد رد عابر، بل كانت صرخة استغاثة. سكالوني لم يكن يتحدث كمدرب خسر مباراة، بل كأب يرى طفله الذي رباه يكبر ويحتاج للرحيل. لماذا يريد سكالوني الرحيل؟ الكثيرون يتساءلون: أنت بطل العالم، لماذا تترك المنصب؟ الجواب في جملة واحدة قالها: أحتاج لإعادة شحن ذهني. سكالوني يدرك أن الاستمرار يحتاج إلى وقود، وهذا الوقود نفد. هو يعلم أن هذه المجموعة من اللاعبين استنزفت روحها في رحلة التتويج، وأن بناء فريق جديد يتطلب طاقة قد لا يملكها هو الآن. هو يخشى أن يتحول الحلم الذي عاشه إلى وظيفة روتينية تقتل شغفه. إنه قرار الشجعان أن تعرف متى تنسحب قبل أن تجبر على ذلك. وماذا عن الكواليس؟ الهمس في أروقة الاتحاد الأرجنتيني يقول إن هناك انقساما صامتا. بعض اللاعبين يريدون الاستمرار معه حتى آخر رمق، وآخرون يشعرون أن الدورة انتهت. سكالوني يقرأ الغرفة جيدا، وهو يعلم أن ميسي نفسه قد لا يتحمل رؤية هذا الجيل وهو يتلاشى. إنها معادلة نفسية معقدة. هل يرحل ليحافظ على أيقونة أسطورية، أم يبقى ليخاطر بصورته كمدرب لا يهزم؟ الآن
ماذا عن ليو؟ ميسي كان دائما يجد في سكالوني المظلة التي تحميه وتمنحه الحرية. رحيل سكالوني ليس مجرد تغيير مدرب، إنه فقدان الرجل الذي فهم ميسي. إذا رحل سكالوني، هل سيشعر ميسي أن رحلته الدولية وصلت فعليا إلى نهايتها؟ نحن لا نتحدث فقط عن مدرب، نتحدث عن نظام كامل قام على كتفي هذا الرجل. الأرجنتين الآن أمام مفترق طرق تاريخي. هل هي نهاية حقبة أم بداية فوضى؟ يبقى الاحتمال قائما. سكالوني قد يغير رأيه في ديسمبر، وقد نشهد معجزة بقائه، لكن المؤشرات كلها تشير إلى أننا نعيش الفصول الأخيرة من كتاب كان هو الأجمل في تاريخ الكرة الأرجنتينية. شاركونا في التعليقات. إذا كنت مكان سكالوني، هل ترحل وأنت في القمة أم تحاول كتابة قصة جديدة وسط احتمالات الفشل؟ هل تعتقد أن ميسي سيعتزل دولياً فور رحيل سكالوني؟ رأيكم يهمنا جداً في هذا الملف الشائك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، فنحن مستمرون معكم في كواليس الرياضة التي لا تنتهي. دمتم بخير وإلى اللقاء. لكن مهلاً، دعونا ننظر إلى الجانب الآخر من الصورة. ماذا لو قرر سكالوني فعلاً الرحيل؟ هنا ندخل في نفق مظلم ومجهول للكرة الأرجنتينية. نحن لا نتحدث عن مدرب عادي، نحن نتحدث عن فلسفة كروية غيرت خريطة التنافس في أمريكا اللاتينية. إذا رحل سكالوني، فمن يجرؤ على حمل هذه الأمانة؟ هل سنشهد عودة للمدارس التدريبية القديمة التي ترهق ميسي بتكتيكات عقيمة؟ أم ستلجأ الأرجنتين إلى خيار مغامر؟ هناك تسريبات تتحدث عن اجتماعات طارئة في العاصمة بوينس آيرس، ليست حول التكتيك أو التشكيلة، بل حول إنقاذ الهوية. سكالوني نجح في خلق بيئة جعلت اللاعبين يقاتلون لأجل الشعار قبل ميسي، وهذا هو إنجازه الأعظم الذي يخشى الجميع ضياعه. إن رحيله يعني فقدان الرابط النفسي بين هذا الجيل الموهوب وبين الجماهير التي تعيش على نبضهم. تخيلوا الأرجنتين في تصفيات كأس العالم القادمة بدون الهدوء التكتيكي الذي كان يضفيه سكالوني على دكة البدلاء. هل ستصمد هذه المجموعة أم أن الصدمة ستكون أكبر من قدرة اللاعبين على التعافي؟ الخطر ليس في خسارة لقب،